قولا واحدا، مصر حاليا مفيش ما يسمى بالفقاعة العقارية، لأن مصر هي سوق عقاري حقيقي وليس سوق ورقي. الديفلوبر هو اللي بيمول نفسه، الديفلوبر بيشتري الأرض وبعد كده بيبدأ يبني أو بيبيع وبعد كده بيبني، أيا كان الترتيب بتاعه عامل إزاي. بيمول العميل من عنده هو شخصيا. طب العميل ده وهو بيشتري ما بيعرفش يروح يجيب الفلوس من البنك كرهنة أو قرض أو ما شابه وبعد كده يروح يشتري بيها، ده هو بيحوش فلوسه ويروح يشتري بيها. هو ده فكرة السوق الحقيقي. ولذلك تأثير الأزمة المالية العالمية على مصر في القطاع العقاري في 2008 كان زيرو. وحاليا أي تأثيرات لها علاقة بفكرة إن السوق ممكن يحصل فيه إفراغ بشكل أو بآخر، ده هيبقى من النادر حدوثه. هو كل اللي بيحصل بس بيحصل تغير في شرايح الأسواق اللي بتشتغل عليها من شريحة لتانية بناء على ارتفاعات أسعار البيع وارتفاعات أسعار البناء كذلك.